بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام في كل مكان، تحية طيبة مباركة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دائما تحيا جمهورية مصر العربية. مشاهدينا الكرام في كل مكان سواء داخل مصر او خارج مصر، اولا كل عام وحضراتكم بخير. وزي ما قلت الاسبوع الماضي ان احنا خلاص بدات الليالي المباركه وما فيها من انوار ربانيه واجواء روحانيه ونفحات ايمانيه. لما قلنا بدا شهر رجب، يعني اللهم بارك لنا في رجب وشعبان، اللهم بلغنا رمضان يا رب، اللهم امين. ودايما بندعي ربنا سبحانه وتعالى ان مصر يعم فيها الرخاء والسخاء والبركه والامن والسلام يا رب دايما. كل عام وحضراتكم بخير. مشاهدينا الكرام في كل مكان، عودناكم دايما كل شهر في لقاء خاص بدولة التلاوة. أنا معكم دايما من خلال أسرة البرنامج، أسرة سهرة صعيدية، عاشقين لدولة التلاوة. دولة التلاوة كل مرة بنكتشف فيها، مش بنكتشف، لا ده بنحاول نجيب لحضراتكم كنوز دولة التلاوة. وشفتوا حضراتكم ردود الفعل كانت قد ايه جميله فيما يخص الحلقات اللي احنا قدمناها على مدار الشهور السابقه، سواء من العمالقه الشيخ عبد الباسط والشيخ الطبلاوي والشيخ الحصري وغيرهم كتير. والنهارده مع واحد من اعلام دوله التلاوه. طبعا نشأتهم والبيئة اللي نشأوا فيها وتأثيرها على دولة التلاوة وعلى قراءة القرآن على مستوى ليس فقط في مصر إنما على مستوى العالم أجمع، أتصور كان لها دور كبير جدا. كان دايما بيقولوا إذا كان لمصر قوة خشنة لكن لها قوة كثيرة جدا متعددة فيما يخص القوة الناعمة، منها بالتحديد دولة التلاوة تعتبر الركن الأساسي في القوة الناعمة لدولة مصر الحبيبة على مدار سنين وعقود طويلة جدا. النهاردة هيكون بطل ونجم حلقتنا صياد القلوب. دايما سبحانه وتعالى بنقول يعني كل واحد ليه اسم، ليه نصيب من اسمه. هو اسمه الشيخ شعبان الصياد، فكان صائدا للقلوب. يا سلام تستمتع وهو بصوته الجهوري العالي، يعتبر هو يدرج من ضمن الاصوات العاليه. وده ان شاء الله يكون فيه معانا خبير في الاصوات، هو يحلل لنا صوت وابداع الشيخ الصياد في التنقل بسلاسه من مقام الى اخر. اتصور كنقطه مهمه جدا. النهارده هيكون نجم حلقتنا مولانا وتاج راسنا دايما فضيله الشيخ شعبان عبد العزيز الصياد، بصحبة الكاتب الصحفي الكبير أستاذ صابر رمضان، نائب رئيس تحرير جريدة الوفد بالديسك المركزي. برحب بسيادتك يا أستاذ صابر. حضرتك شرفنا بيك. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك يا فندم. شكرا لحضرتك وشكرا للجمهور السعيد. تحياتي. بشكر حضرتك على اهتمامك معنا. واذا كنا التلفزيون المصري مهتم بدولة التلاوة، ايضا الاخ صابر رمضان كصحفي من الصحفيين الكبار النهارده اللي هم مهتمين ايضا بدولة التلاوة على صفحات جريدة الوفد. ده نشوفه من خلال اللقطات والصور اللي تحتويها هذه السهرة. فاصل ونبدا على طول سهرتنا عن دولة التلاوة وفضيلة الشيخ شعبان الصياد. الله الرحمن الرحيم. وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر
إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. على طول كده خلوني أوجد التحية للصحفي الكبير الأستاذ صابر رمضان، وتعالوا نتكلم عن تأثير النشأة، وخاصة النشأة كان لها تأثير كبير جدا ليس فقط في حياة الشيخ شعبان الصياد، وإنما في كل عمالقة كبار القرآن الكريم كان لها تأثير كبير جدا على فن تلاوة القرآن الكريم. أستاذ صابر، نتكلم بداية كده أولا، يعني احنا هنستعرض النشأة وتأثيرها على فن التلاوة، لكن خلينا نشوف الأول اللقاء اللي حضرتك جريته مع اتصور مع نجله لان هو كانت وفاه السنه 99. كان حضرتك كنت لسه لا طبعا ماشي كده. لا انا قضيت حوار مع اصغر انجاله يعني ما احنا يعني تعودنا دايما في كل لقاء ان احنا نتحدث عن كواليس اللقاء الذي يتم مع نجم هذه السهره. نتكلم عن كواليس هذا اللقاء تمام. والله انا يعني من خلال برضو البحث في دولة التلاوة ومشايخ القراء، انا بحاول ان انا التقي باسرهم اللي هم طبعا قراءنا اللي رحلوا. فالشيخ شعبان الصياد انا اعرف ابنه الحاج عادل، ده من كبار المحامين وفي احد الشركات القطاع العام، ورحت التقيت بيه وخدت منه حديث مطول يعني نشر على صفحه في جريده الوفد عندي. كانوا برضه في قريب كان في توقيت، خاصه ان احنا يعني ان شاء الله بعمين بنمر دلوقتي بالذكرى ال 25 لوفاه الشيخ. جاي مناسبه صحيح. يوم 29 سنه على وفاته. 25 سنه. هو يوم 29 واحد هتحل الذكرى يعني. تمام. يعني بعد 3 ايام ان شاء الله. نعم. فاخدت منه حوار مطول يعني ده اللي شايفين الصفحه قدامنا اهو. دي الحوار اهو. دي الحوار. تمام. طبعا الشيخ شعبان الصياد يعني صياد القلوب، دي كلها القاب اطلقت عليه. النهارده برضو يعني احنا الحلقه متوافقه قدرا مع الذكرى ال 25 زي ما انا قلت. لو اتكلمت واقول ان دوله التلاوه في مصر ما شافتش قارئ امتلك قوه الاداء والثقافه الصوتيه والمقاميه والقرانيه الى جانب ما حباه ربنا سبحانه وتعالى من جمال الصوت زي ما سمعنا كده. زي الشيخ شعبان الصياد. الشيخ شعبان الصياد يعني ما نشأش كده من فراغ، والده كان قارئ وهو برضه الشيخ عبد العزيز الصياد. ووالده كان من علماء الازهر برضه، ودخل عالم التلاوه، وشاء السميع العليم ان هو دخل للاذاعه القران الكريم. لكن للاسف يوم ما وصل له خطاب الاعتماد من الاذاعه كان توفاه الله. اليوم اللي جه اعتماده كان وفاته الإيمانية. اتوفى. الشيخ شعبان الصياد كان صاحب لون خاص في تلاوة القرآن الكريم، وزي ما قلت كان مثقف وعالم أزهري، وهنعرف ده ليه، لأنه طبعا كان درس وخد ليسانس من كلية أصول الدين جامعة الأزهر، وكان مرشح إنه يتعين كمعيد يعني.
الشيخ عبد العزيز الصياد الموسيقار الكبير عمار الشريعي كان قال عليه في برنامجه الشهير غواص في بحر النغم، قال جملة كده اسمح لي استدعيها مع القراء. نعم. مع المستمعين. انني فوجئت بالامس بصوت كسر كل قواعد الموسيقى اللي مرت علينا في الدنيا. قال انا سمعت امبارح شيخ اسمه شعبان الصياد بيصعد في تلاوته بانسيابية مطلقة ثم ينزل بمنتهى السهولة واليسر كانسياب المياه من الصنبور. نعم. زي ما يكون ميه نازله من الحنفيه سلسه، في نعومه كده. في نعومه. الشيخ صياد ما ورث عن والده اي لا منصب ولا جاه ولا مال، ولكنه يعني ورث منه حب التلاوه والصوت الحسن وكده. وكان مولود في بيت ريفي طبيعي متواضع جدا في قريه من قرى مركز أشمون في المنوفيه اسمها قريه سراوه. نعم. احنا عاوزين نقول برضو ان والده يعني رغم ما فيش تسجيلات ليه، لانه كان يعني ذائع الصيت في القرى والمجاوره كلها. طبعا. وان الجواب للقران الكريم، جواب الاعتماد جه كان سنه كام الشيخ عبد العزيز؟ الشيخ شعبان 4 سنين. الشيخ شعبان كان عنده 4 سنوات بالظبط. انا بتكلم على المفارقات. أيوة. المفارقات اللي تمت يعني كان عنده 4 سنوات. نعم. لان الشيخ شعبان الصياد اتولد سنه 1940. صحيح. والده توفى سنه 1944. نعم. وكان يعني هنستعرض دلوقتي. أيوة. في الوفاه برضه توفى في ليله العيد يعني. دي شايفين معانا برضه على الهواء. دي جواب الاعتماد من اذاعه القران الكريم. ان هو قارئ للشيخ شعبان. الشيخ شعبان اللي كان سنه 75. 75. نعم. دي 75. نعم. تمام. اتفضل حضرتك. قلت الشيخ شعبان الصياد زي ما لقب كده، لقب بصياد القلوب. ده طبعا لقب سحر قلوب المستمعين بتلاوته في البريد. طيب هو عامة احنا بندردش مع بعضينا. دي تعتبر شهادة جامعة الازهر. الجامعة دي شهادة تخرج دي. من كلية اصول الدين. نعم. دي كانت سنة 77. سنة 66. نعم. 66. ايوه. بعد كده دي شهادة تقدير من سلطنة بروناي له. تقديرا ليه. تقديرا له. تمام. الشيخ شعبان الصياد اتولد في قرية سراوة تبع المركز أشمون. هنتكلم عن النشأة كده بقى. ان شاء الله. انا عملنا بانوراما مشاهدينا الكرام عن الشيخ شعبان الصياد وما قيل عنه من يعني سواء كان من ابناء المهنة نفسها او الموسيقيين الكبار، وخاصة ان المشايخ عامة لان الطرب زمان كان طرب راقي، فكانت علاقة وطيدة ما بين أهل الطرب زي أم كلثوم وعبد الوهاب والشيخ وكلهم وبين أهل القرآن، فكانت علاقة وطيدة جدا، فانعكست على أداء الاثنين مع بعضهم. احنا دلوقتي هنتكلم عن النشأة وخاصة إن النشأة كان لها تأثير كبير جدا على فن التلاوة عامة بشكل عام. اتفضل سيادة. لو رجعت في البداية كده بقول الشيخ شعبان الصياد اتولد في قرية سراوة تبع المركز أشمون في محافظة المنوفية. ده كان سنة في 20 سبتمبر 1940. القرية دي كانت مشهورة جدا بالكتاتيب وكانت بتلقب بقرية القرآن نظرا لكثرة الكتاتيب فيها. الشيخ شعبان الصياد نشأ في أسرة قرآنية كبيرة، ورث عن والده رحمة الله عليه الشيخ عبد العزيز الصياد حب التلاوة. الشيخ عبد العزيز الصياد الكبير ده كان صاحب مكانة بين أهل قريته والقرى المجاورة، وصوته كان مسموع يعني. أيوة. وكان من تقدمه لإذاعة القرآن الكريم زي ما قلت لحضرتك، ولكن توفي وكان الشيخ شعبان الصياد عنده 4 سنوات. بدأ الشيخ شعبان الصياد يستكمل مسيرة والده في حب التلاوة وكده. والدته بقى يعني كانت بتساعده، ألحقته بكتاب الشيخ جاد أبو غريبة. في دخل الكتاب، حافظ القرآن الكريم وأتم حفظ القرآن بالقراءات ال7 على ايديه، وكان في عمر الطفولة. في الوقت دون انتقل من قرية سراوة دي وهو عنده عمره 9 سنين، راح مدينة منوف. أيوة. عاصمة المنوفية. التحق هناك بمعهد منوفي الأزهري، وكان في قرار باستثناء كل حفظة القرآن الكريم من ال4 سنوات الأولى، فدخل الصف الخامس الابتدائي مباشرة. يعني أول تقديرا له. أيوة. تم استثنائه يعني من الأزهر الشريف. لما نزل قرية مركز منوف أقام طبعا هناك في سكن لوحده، وكان بيفتتح كل المناسبات والاحتفالات اللي كان بيعملها المعهد منوف في المركز يعني. أيوة. وكان بينال بقى كل إعجاب المستمعين والزملاء وكل اللي يسمعوه مدرسين وكل حاجة. بدأت شهرته هناك في مركز منوف، وبدأوا يستدعوه بقى للمحيا المناسبات الدينية في المنوف والقرى المجاورة ليها.
قعد في المعهد لغايه ما حصل على المرحله الثانويه، وبعد كده انتقل للقاهره. التحق بالازهر الشريف بكليه اصول الدين قسم العقيده والفلسفه. نعم. وكان متفوق جدا فيها. في عام 66 حصل الشيخ شعبان الصياد على درجه الليسانس في كليه اصول الدين بتقدير جيد جدا. أي. في الوقت ده تم ترشيحه يعمل معيدا في الجامعه، لكنه رفض. طيب يعني خلينا كده نتوقف عند كده، وصلنا لغايه مرحله الجامعه، دي كانت نقطه مهمه جدا، وخاصه ان هي كانت علامه فارقه. خلينا نتكلم برضو مع زي ما وعد الساده المشاهدين، يكون احد افراد الاسره الكريمه يكون معانا الحاج عادل نجل فضيله الشيخ شعبان الصياد. السلام عليكم حاج عادل. عليكم السلام ورحمه الله. يا رب تكون بخير، كل سنه وانت طيب. الحمد لله بخير الحمد لله. يعني خلينا طيب، يعني كده احنا بنتكلم عن النشأة ونشأة دايما السادة الكبار من كبار القراء في مصر بالتحديد، كانت لها تأثير كبير جدا على فن تلاوة القرآن الكريم، ليس فقط في مصر وإنما على مستوى العالم الإسلامي أجمع. ومن ضمن الأعمدة الرئيسية لفن التلاوة دولة القرآن في مصر بالتحديد فضيلة الشيخ شعبان الصياد. نتكلم عن الجانب الإنساني، الأسرة الكريمة وأولاده وحضرتك واحد منهم، التعامل كان إزاي وحياته كان إزاي؟ اتفضل سيادتك. والله يعني الحمد لله والشكر لله من فضل الله. يعني كان عندنا يعني الوالد عليه رحمة الله شخص بسيط جدا وإنسان عابد وعامل القرآن، ويعني ما كانش متشدد معنا في البيت، وكانت تربية إسلامية سليمة وسوية والحمد لله والشكر لله. وكان يعني أب حنون ودايما يجمعنا حواليه، ودايما يحسنا عنها بإيد واحدة الحمد لله وبفضل الله. لغاية ما ربنا كرمنا يعني الحمد لله كل واحد تبوأ مكانه في المجتمع. يعني احنا 7 إخوة 6 رجال وبنت وحيدة. أيوة. الأخ الشقيق الأكبر كان لواء في الداخلية وفي البوليس، والأخ الثاني والثالث دكاترة بشريين كبار. هو بالمناسبة مش هو فترة الفرات خدم في المنيا برضه؟ فخدم في المنيا فترة. أنا بقول لسيادتك ليه كده، أنا لقيت أحد السادة بيكتب لي على صفحتي لما نزلت تنويه عن مولانا، فلقيته بيشيد باخو حضرتك لما قلت فضيله الشيخ شعبان يكون معانا. فالسيره، انا بتكلم عن السيره الحسنه بتلاحق الانسان اينما كان. يعني اتفضل سيادة. الحمد لله والشكر لله الحمد لله. وهو فعلا عمل في المنيا في المروح 3 سنوات. صحيح. نعم. وبعد كده احنا ادي كده 3 اولاد كبار، وبعد كده في بنت بتشتغل برضه في وظيفه مرموقه. نعم. وزوجها لواء شرطه، وبعد كده يليها محاسب في شركه كبيره، وبعد كده انا محامي رئيس قطاع قانوني في شركه كبيره. نعم. ولنا اخ بيعمل في الفلاحه والزراعه وكده. لكن مفيش حد سلك الطريق يا حاج عادل. نعم. مفيش حد منكم سلك طريق تلاوة القرآن زي ما عمل السيد الوالد كده؟ لا، هو يعني للاسف الشديد احنا انشغلنا بالجانب التعليمي العادي. تمام. عن التعليم الازهري، لكن الحمد لله كان الشقيق الاكبر والدكتور محمد كان محافظ القران الكريم، والدكتور محمود عليه رحمه الله. نعم. لكن هم ما امتهنوش المهنه، انما يعني الحمد لله الموهبه كانت موجوده سماعا وصوتا، بس ما دخلناش عالم الاحتراف. تمام. كان في مجال لاخويا المرحوم علي اللواء عبد العزيز، وسجل مره في اذاعه صوت العرب بعض ايات بصوته. بس خلاص بقى دخل الداخليه والبوليس وكده، ما كملش الطريق الوظيفي. نعم. طب يعني اتصور علاقه مولانا برضو انت عارف حضرتك اكيد كبار القراء وعلاقته بيهم وانعكس على حضراتكم ايضا. طبعا يعني كانت علاقته بالشيخ محمود علي البنا عليه رحمه الله، فضيله الشيخ ابو العلين شعيشع، يعني فضيله الشيخ مصطفى اسماعيل، وكان دايما يحكي لنا على مواقف طرائف جميله معهم. يعني الشيخ المشايخ العظام الكبار دول كان يعني بسم الله ما شاء الله يعني. لا خلينا اتوقف. طيب اتوقف عند فضيله الشيخ مصطفى اسماعيل، لان انا لاقي في يعني يقول لك تلميذ الاسطوره، الاثنين اساطير. يعني اتصور كان بيحكي لكم عن علاقته بفضيله مولانا الشيخ مصطفى اسماعيل بالتحديد. طبعا الشيخ مصطفى اسماعيل عليه رحمه الله من علامات التلاوه في العالم الاسلامي وعالم القران.
هو كان اول لقاء ليه مع احد المشاهير، كان مع الشيخ مصطفى اسماعيل سنه 54 في قريه في المنوفيه اسمها طملاي، ايوه في احد السهرات الخاصه. وفي الوقت ده طبعا كان الشيخ مصطفى اسماعيل يعني هو ما هو يعني فتنبأ له بمستقبل باهر. وكان في اثناء دراسه الوالد عليه رحمه الله للثانويه في الازهر، كان الشيخ مصطفى اسماعيل عليه رحمه الله قارئ الصوره في مسجد الازهر، والشيخ الغزالي عليه رحمه الله كان الامام والخطيب. نعم. فالشيخ مصطفى طبعا كان لما بيجي داخل صلاه الجمعه في الازهر الناس بتتلف حواليه ويخشوا مجموعه. فكان الوالد عليه رحمه الله في فتره امتحانات، وكان يعني سهران مذاكره ومريح كده ساعه قبل الصلاه ايوه في الصحن، فعليه رحمه الله شافه وما بقاش مصدق يعني. فراح جاي يعني قرب منه والناس ملفوفه حواليه، قال لهم اللي نايم ده صوته جوهره وهيبقى له شأن عظيم في عالم التداول. نعم. وطبعا يعني طبطب عليه كده وصحى من النوم، يا شيخ شعبان انت نايم ليه؟ طب ما انا زي والدك وبيتي مفتوح لك. قالوا لا يا فندم ده احنا دراسه وانا باجي وارجع على البلد. يعني كانت علاقه بينهم زي الاب وابنه كده. وطبعا كان الشيخ مصطفى اسماعيل مدرسه كبيره يعني. طبعا طبعا طبعا. اللي ما يتاثرش بيها يبقى ما سمعش قران. صحيح. يعني وانا شايف ان السيد الوالد اذا تحدثنا عن ده نتكلم فيها جانب تخصصي مع متخصصين في مجال الانتقال وتوظيف المقامات القرآنية. تصور ابدع فيها مولانا فضيلة الشيخ شعبان الصياد، كما ابدع فيها مولانا الاسطورة الشيخ مصطفى اسماعيل. فتصور يعني اجيال كلها ابدعت في هذا المجال بالتحديد. هو طبعا احنا لا نقارن، هو ده موضوع وده موضوع، بس انا عايز اقول لك ان عليه رحمه الله كان الجانب التعليمي فيه برضه كان بيفتقدوا ناس كتير. يعني كان له تاثير برضه كبير على الموضوع ده. يعني بابا الله يرحمه كان مهتم بالدراسات ويتعلم على قديم ويتعلم القراءات كلها. فدي كانت بتثقل العمليه الموهبيه. يعني صحيح. موهبه موجوده بس انت رشدتها وحطيتها في الطريقه الصحيحه. اكتر شيخ من مشايخنا الكبار كانت علاقته قويه بمولانا الشيخ شعبان الصياد. الشيخ محمود علي البنا عليه رحمه الله. الشيخ محمود علي البنا عليه رحمه الله. يعني كانت العلاقه بينهم لدرجه العيش، يعني عيش متبادل. جميل جميل. يعني هو عمل مسجد لما جم يفتتحوه بعد وفاته، لقوه موصي ان هو لازم يفتتح المسجد. لما حصلت وفاه لوالده ووالدته بقى يدعيه دعوه خاصه، مش يعني يروح معزي، لا دعوه خاصه. نعم في حين ان كان كل الكبار موجودين، الشيخ الحصري والشيخ عبد الباسط كل الكبار موجودين. نعم. لكن اللي كان بيبقى مدعو دعوه خاصه بابا الله. الله. طب حاج عادل، نقطة أخيرة بعد إذن حضرتك. عندما ألتقي بأسر وأبناء وأنجال مشايخنا الكبار دائما بتحدث عن حفظ التراث المشايخ الكبار. يعني تراث الوالد العزيز مولانا الشيخ شعبان الصياد، أتصور يعني كان لكم دور فيه مع جهات مختصة في المجال بالتحديد. والله احنا من فضل الله علينا ورحمته ورضاه ان محبينه كثر جدا. نعم. ده في درجه ان في ناس بتسمعني ناس كما لو التلاوات كما لو كنت اول مره اسمعها. يعني الحمد لله والشكر لله التراث محفوظ عند الناس اكثر مننا كمان. يعني عند المحبين والعشاق لدرجه ان عاملين رابطه اسمها محب الشيخ شعبان الصياد. صحيح. نعم. لا يعني الله اكبر، وبيكلموني يتواصلوا معايا بيسمعوني تلاوات من الاربعينات ومن الخمسينات. على المستوى الشخص. طيب اكتر سوره بتحب تسمعها من السيد الوالد ايه؟ والله الفرقان. الفرقان؟ هو في تلاوه كده في القرآن اسمها الفرقان والنزاعات على اليوتيوب وعلى النت. انا كنت لسه راجع من عمره، انا قعدت 15 يوم سمعتها مثلا 30 35 مره في العمر. ما شاء الله. صح. ده حضرتك كنت مسافر قريب صحيح؟ انا لسه راجع من عمره اول امبارح. ايوه، وعشان كده احنا كنا بنطمن حضرتك تبقى موجود معانا في الحلقه. يعني ده شرف لينا يا فندم. لا ده شرف ليا. ورضي الله عن مولانا فضيلة الشيخ شعبان الصياد، وبارك الله فيكم كأسرة وأنجاله ذرية بعضهم من بعض. جزاكم الله خيرا. شكرا الحاج عادل شعبان الصياد. شكرا لحضرتك يا فندم. يا فندم احنا سعداء ايام السعاده ومتشكرين جدا بحضرتك يا فندم. متشكرين جدا. شرف لينا. شكرا يا فندم. جزاكم الله خيرا. مشاهدينا الكرام في كل مكان، الحديث يطول حول مولانا فضيلة الشيخ شعبان الصياد، ونجله كان معانا دلوقتي الحاج عادل شعبان الصياد. نطلع فاصل ومستمرين معاكم في سهرة خاصة جدا عن دولة التلاوة، وبطلها النهاردة فضيلة الشيخ شعبان الصياد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. صدق الله العظيم. يعني لو سبنا التلاوة هتاخد أضعاف السهرة، لكن حضراتكم شايفين عظمة الصوت، ده نقطة. شايفين الناس على فكرة ده في صلاة الفجر كان بيكتظ بالناس بسبب المشايخ دي. شفت بركة مصر بسبب المشايخ دي وبسبب القرآن الكريم. ولا راكز الصبر. ما علشان كده كان بيلقب بملك الفجر. ده مش هو بس، هنتكلم مع الناس والتنوع، اللي لابس بدله واللي لابس جلابيه واللي لابس ايه، واخد بالك انت، اطياف الشعب كله قاعدين بيستمعوا. طبعا كانت الناس مش لاقيه، كانت يعني يعني زي ما بيقولوا كده الفلوس قليله، بس كان ده زاد الزود بالنسبه لهم. طبعا اكيد. كمل حضرتك أكيد. بقى النشأة، احنا وصلنا لغايه الجامعه في عام 66 هو حصل الشيخ الصياد على درجه الليسانس في كليه اصول الدين بتقدير جيد جدا.
وتم ترشيحه بالفعل ان هو يعمل معيد في الكليه. يبقى استاذ في الجامعه، نعم، معيد او يتعين في الجامعه. وعلى فكره ده بالتالي الوحيد اللي حصل معاه كده. فعلا. نعم. ولكنه فضل التدريس بالمعاهد الازهريه عشان ما يتشغلش بس عن دوله التلاوه، لان هو كان حابب انا عاوز اوضحها دي عشان ما يقولش واحد يسيب استاذ في الجامعه ويبقى مدرس، لانه كان عنده عشق للتلاوه نفسها. اتفضل. اتفضل. بدا يشتغل في عده معاهد، فشفناه عمل في معهد سمنود بالغربيه. بعدين انتقل عمل في معهد الباجور في محافظه المنوفيه برضه، ثم في معهد منوف اللي هو كان طالب فيه برضه. بعد كده عمل موجه في علوم القرآن بأوقاف شبين الكوم في المنوفية، ثم رقي إلى درجة وكيل وزارة بالأوقاف. نعم. كان وقته في العمر ده حوالي، يمكن ما اتخرج حوالي 26 سنة. طبعا شهرته زاعت على مستوى الجمهورية، وما كانش لسه دخل الإذاعة في الوقت وهو طالب. كان واقعة شهيرة لسه حاجها الحاج عادل دلوقتي، لقائه بالشيخ مصطفى اسماعيل رحمة الله عليه، والشيخ مصطفى اسماعيل تنبأ له بمستقبل باهر، حتى انه كان يعني بيحتضنه ويشجعه، وبدأ يلتقي به في ليالي قرآنية كتيرة زي ما ذكر ابنه الحاج عادل دلوقتي. نعم. بعد ما اتخرج من كلية أصول الدين رجع تاني لبلده في منوف. بدأ في المرحلة دي صوته يتعرف ويتشهر على مستوى القرى والمحافظة والمحافظات المجاورة، وأثناء عمله بالتدريس ده بقى فضل يقرأ في المساجد الكبيرة في المحافظة، من ضمنها أشهرها كان مسجد زوين بمدينة منوف. قعد يقرأ فيه فترة طويلة لغاية ما كان بيحضر له عائلات من كبار العائلات من البلاد والقرى المجاورة. في عام 75 كانت مرحلة جديدة بقى في حياة الشيخ شعبان الصياد، وهي مرحلة تقدمه لاختبارات الإذاعة المصرية. في الوقت ده لجنة الاختبار كانت بتضم عدد كبير جدا من كبار المشايخ والقراء على مستوى العالم الإسلامي، منهم الشيخ عبد الفتاح القاضي، الشيخ عفيف الساكت، الشيخ رزق خليل حبة، وغيرهم من رموز مجال التلاوة. الشيخ شعبان الصياد مجرد ما دخل الإذاعة نجح نجاح كبير وبهر اللجنة نفسها. نعم. حتى أنه تم اعتماده قارئ القرآن الكريم في البرنامج العام مباشرة من غير ما يمر على إذاعة البرامج القصيرة دي زي عادة القراء اللي كان بيعمل. أنا عاوز أوضحها للسادة المشاهدين لدي نقطة تحسب للشيخ شعبان الصياد بالتحديد. يعني حتى حاليا من يعتمد مش لسه ما اعتمدش، من تقدم لإذاعة القرآن الكريم بيبقى على مراحل، ولكن بيبدأ يعمل حاجات كده قصيرة مشاهدينا الكرام، يعمل أذان، يعمل آيات قصيرة، يعمل أدعية قصيرة. لكن الشيخ شعبان دخل البرنامج العام، وده اللي كانت المحطة الرئيسية للإذاعة المصرية، فبالتالي كانت تحسب ليه كواحد يعتمد بهذا الشكل. يعني أيوة طبعا. الشيخ شعبان من صغره لما طبعا نشأ يتيم، فيعني كان حاسس ان هو متحمل مسؤوليه من صغره، وكان بيتصرف تصرف الرجال وهو صغير كمان. نعم. في بعد ما التحق بإذاعة القرآن بالإذاعة في الوقت ده، بعدها بحوالي شهر تم إسناد قراءة القرآن الجمعة له مباشرة، كان بيقراها على طول على الهواء مباشرة. الإقبال زاد عليه. ده هي صورة له مثلا اللي شفناها في معهد منوف اهو، هو طالب جالس اهو، اللي جالس تمام. وسط زمايله في معهد منوف. وكان حد كله يعني يستبشر خير لما يشوف صورته وهو صغير في المعهد، ما عادش كان عارف يبقى هو ملء السمع والبصر على مستوى العالم كله كده. هو كان يعني عاوز اقول لي خلي عندك امل دايما كده. اتفضل. قارئ المعهد. وكان كل الاحتفالات قارئ المعهد وقارئ الجمهوريه وقارئ العالم الاسلامي كله. اتفضل. ما شاء الله يعني. نعم. بعد كده بدأ يتم اختباره بقى واختياره لقراءة قرآن الفجر. ده يقرأ قرآن الفجر على الهواء مباشرة مرة كل 3 أسابيع. ليه قرآن الفجر بالتحديد يعني بيعتبر محطة أساسية لكل مشايخنا الكبار؟ هو سبحان الله يعني رغم انه فترة تعتبر فيها سكون شوية يعني، لكن كانت يعني كله بيتكلم عن القرآن الفجر. سبحان الله. وبتلاقي في نوع من الإبداع في التلاوة في سبحان الله يا أخي. إيه ده؟ الله يعني حتى نصر الدين طبار لما كان بيقول التوشيح بتاعته كانت الناس في الفجر. الشيخ البنا طاهر الفاشني برضه التوشيح لازال عاشق الفجر. اتفضل حاجة كده يعني. تم اختياره بقى لقراءة القرآن على الهواء مباشرة. كان بيقرأ كل 3 أسابيع في أكبر مساجد القاهرة زي مسجد الحسين ومسجد السيدة زينب، المساجد الكبرى عامة. الناس كانت بتتوافد على قراءة الشيخ شعبان الصياد بأعداد رهيبة يعني من كل مكان، حتى الفنانين كانوا بيتابعوه. يمكن اللي يتابع الشيخ شعبان الصياد أو صياد القلوب زي ما بيقولوا
نشوف محمد عبد المطلب المطرب الشعبي، نعم. هو اللي اطلق عليه لقب ملك الفجر ده، هو اللي اطلق عليه اللقب ده. زي ما قلت برضو عمار الشريعي، أيوة. الجمله اللي قالها عليه دلوقتي. أيوة. الالقاب دي كلها استمرت مع الشيخ شعبان الصياد حتى وفاته الدينيه. نجم الأمسيات الدينية. نعم. نعم. مرحلة طويلة مرت بالشيخ شعبان الصياد لغاية برضو سفرياته في الخارج هنتكلم عليها دلوقتي. في طرائف حصلت للشيخ الصياد خلال حياته، من ضمنها مرة وهو راجع في عام 70 عقب وفاة الرئيس المصري الأسبق جمال عبد الناصر رحمة الله عليه. كان جاي من إحدى المناسبات الدينية راجع على بيته، ففوجئ بحراسات ومن الحرس الجمهوري حوالين بيته. البيت. أيوة. فبيسأل إيه اللي حصل واتخض. قال له لا، ده احنا عايزين الشيخ شعبان الصياد هيقرا في عزاء الرئيس جمال عبد الناصر. وخدوه فعلا، خدوه في البوكس بقى. يعني ده كان غرام طبعا بالمشايخ دي. طبعا غرام بيهم، ولع بيهم. نعم. وقالوا له ان في امر من رئاسه الجمهوريه باحضار الشيخ لتلاوه القران في نعم. على روح الزعيم الراحل جمال عبد الناصر. ايوه. الشيخ صياد برضه بيعتبر اول قارئ للقران في مسجد القنطره شرق في سينا بعد تحريرها عام 77. دي كانت وكان حضرها الرئيس السادات رحمه الله عليه. ايوه. ويمكن ده احنا لو التمسنا ده وهتشوف حضرتك ولا حتى رؤساء الجمهوريه بمشايخنا. ده مش يعني مش على المستوى الشعبي بس، وعلى المستوى الرسمي، تقدير دولي ورسمي وشعبي. هو يعني ولع شخصي بينعكس على المستوى العام. طبعا. يعني ولع شخصي بينعكس على الاداء العام. ايوه. اتفضل حضرتك. وحضر كان في الوقت ده حضر برضو عدد كبير من رجال الدوله والمسؤولين في الوقت ده. تم تكريم الشيخ شعبان الصياد ايضا من الرئيس الاسبق مبارك عام 90 في مدينه برج العرب. وفي الخارج حصل على العديد من الأوسمة بقى والشهادات التقدير من الخارج، من إيران وسلطنة بروناي ودبي والمملكة العربية السعودية. تقدر تقول إن هو طاف العالم الشيخ شعبان، وخاصة بعد اعتماده بالقرآن الكريم. بدأت تتلقفه الدول العربية من الإمارات والكويت بالتحديد. يعني نعم. من المواقف الشهيرة برضه في حياة الشيخ صياد قربه من الشيخ محمود علي البنا، زي ما ابنه الحاج عادل دلوقتي ذكر. قال إن هو كان طيب. انا استاذن حضرتك. طيب نكمل مسيرتنا، سيره ومسيره وسيره على المشايخ. خلينا بقى نيجي بقى في التخصص بقى. احنا سمعنا يعني تلاوتين ليه لفضيله الشيخ شعبان الصياد، تلاوتين مختلفتين، لكن التلاوه الثانيه كانت واضحه اكتر وجمالها كان، والاولى كانت جميله. لكن وانا بسمع التلاوه الثانيه دماغه كله مع الدكتور طه عبد الوهاب، مدرب الاصوات ومدرس المقامات الصوتيه، هيكون معايا في مداخله وهو معايا دلوقتي على الهاتف. دكتور طه، برحب بحضرتك معايا. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اولا بشكر حضرتك على هذه الاستضافه، واسمح لي احيي متابعيك ومشاهديك، واحيي الاستاذ صابر رضوان الموسوعه اللي انا كنت تكلمت عن شيخ قبل كده وناسي ان امامي موسوعه يعني يرد عن هذا الجانب عني، فانا اتخصص في تخصصي افضل. هذا الرجل موسوعه ما شاء الله، انا بحييه. ربنا يبارك. يعني كلنا بنكمل بعض. شكر لحضرتك برضه على حرصك التواجد معانا. التلفزيون المصري والصعيد ومصر والوطن العربي كله معانا دلوقتي متابعينا، وخاصه المداخله السابقه يعني زي ما بيقولوا كده اخترقت القلوب وتربعت كمان في داخل القلوب. دكتور طه، خليني بقى نروح لصوت آخر من الأصوات التي أبدعت في دولة التلاوة المصرية. نعم. يعني أنا مش عارف أقول أقول إيه، يعني مملكة أو بستان، وكل بستان بتاخد منه زهرة مستقلة بحد ذاتها، وفي نفس الوقت الزهرة جميلة جدا. مش عارف تختار مين وتختار مين. الشيخ شعبان الصياد. نعم. خدنا كده في رحلة صوتية، ملامح الصوت، السمات الشخصية لأداء الصوت، وخاصة إن أعرف إن هو له بحة إذا جاز لي التعبير، وحضرتك ممكن تجيبها بشكل علمي، كانت مميزة جدا عنده. فنتحدث بقى عن السمات الصوتية لدى الشيخ شعبان الصياد. اتفضل سعادتك. أولا الشيخ شعبان عبد العزيز الصياد رحمه الله من عمالقة التلاوة، صوت مميز. يعني إيه؟ للوهلة الأولى تشعر أن هذا هو الشيخ شعبان. نعم. لا تنتظر حتى تسمع منه آية أو اثنتين، مجرد الاستعاذة
تتعرف على شخصية هذا القارئ. نعم. صوت في بريق، مرونة، مثقف، عالم بمعنى الكلمة. فرض نفسه على الساحة بأسلوب فريد من نوعه، يعني اختلف عن كل أقران جيله. في ماذا؟ المعتاد في المدارس أن يبدأ القارئ بقرار بيات، ثم بعد ذلك يعمل عملية إحماء لصوته وتمهيد، يصعد إلى قرار الرصد، بعد ذلك إلى السيكة أو إلى جواب البيات على حسب معاني القرآن. أما الشيخ شعبان الصياد رحمه الله تميز بأسلوب فريد، بدأ بدرجة من درجة البيات العالي قليلا، لا ينزل إلى القرار، وكأنه يقول المستمع، كأنه يفرض نفسه على أذن المستمع، هتسمعني. تلاوة حية من البداية، لا يأخذ وقت في التمهيد ولا التسخين. صوت ساخن جاهز في أي وقت، يعني زي ما بنقول عليه كده إيه، الشيخ شعبان صوته في جيبه، مجرد ما يقرأ هو جاهز، هو حاضر. نعم. بيبدأ بقرار بيات من درجة عالية، بعد ذلك يصعد للدرجة الرابعة ليلمس مقام الرصد ولا يستمر عليه كثيرا مثل القراء، لأن مقام الرصد يعتبر عند القراء يقولون هو منطقة وسط الصوت، وهو منطقة يقولون إذا جن عليك ليلك فارصد، هو ملك المقامات. ولكن هو اعتمد على مقام آخر، اعتمد على البيات، وفرض نفسه، حتى أنا أقول عليه أنه ملك مقام البيات على مستوى قراء مصر والعالم، أفضل من استخدم هذا المقام. يبدأ بعد ذلك من الدرجة الرابعة يسوي بيات من نفس الطبقة، وهذا يعتبر غير يعني مخالف لقواعد الموسيقى، ولكن هذا الشيخ فرضه بأسلوب ليس فيه أي نشازات، وكأنه يتمرد على القوانين الموسيقية. هكذا علميا، بسم الله الرحمن الرحيم، هذه درجة قراره. يصعد للرابعة، هنا مقام الرصد، بسم الله الرحمن الرحيم، ويبدأ يصور بيات من هذه الدرجة، بسم الله الرحمن الرحيم. هذه منطقة صوته، بعد ذلك يكررها ليصل إلى جواب البيات الصريح. هنا منطقة يقولون عليها السخونة في الأداء. الشيخ شعبان رحمه الله يعتمد على مقامات الكرد، الحجاز، الصبا، البيات، دول أكثر مقامات استخدمهم. ولكن أنا أريد أن أوجه نقطة. هذا الرجل سمعت منه آية حينئذ وكأنني صعقني التيار كهربائي، حينما قال يوم ندعو كل أناس بإمامهم. يا جنني، علمت حينئذ أن هذا الرجل خريج أصول دين ويفهم معنى تفسير ومعنى إمامهم، لأن اختلف فيها العلماء، أحدهم من قال أي كتابهم ومن قال نبيهم، فتشعر أنه في مرة يقول إمامهم بطبقة وأسلوب، وفي المرة الأخرى بأسلوب بدرجة أخرى. يعني هذا تصوير نغمي لم ألاحظه في معظم قراء جيلي. رحم الله هذا العملاق الذي أمتعنا، والذي كان من بداية التلاوة إلى نهايتها يصر على السيطرة على أذن وقلب وعقل المستمع، ما شاء الله رحمه الله. حضرتك قلت ان هو بينتقل البياتي نعم. والصبا والحجاز اكتر 3 مقامات يستخدمهم بانسيابية. نعم، لأن هذا هو عارف طبعا ان الأربع مقامات، في 4 مقامات بنقول عليها اخوات. تمام. اختصرناهم في كلمة صحبك، صبا، بياتي، حجاز، كرد، ال4 دول اخوات. هل الصبا بالتحديد بيميل عشان بيميل للشجن؟ نعم. وهو صوته مساعد ده ولا ايه؟ هو هذا الرجل فيه شجن اصلا بطبيعته، فهو ولد طفلا بدأ وجد نفسه يتيما. فهذا اكيد له تأثير. والصبا هو حتى في التحكيم الدولي نقول ان هناك درجات على التحزين في التلاوة. والعلماء حينما عرفوا التغني قالوا هو الإطراب والتحزين بالكلمات الموزونة وغير الموزونة
مع الحفاظ على الاحكام. نعم. اذا التحزين اساس في التلاوه لان فيه خشوع. طب دكتور طه، امور اكتر آية قدر فيها واثر اكتر حضرتك، يعني انا الامانه استمعت لسوره يوسف، نعم. ويعني لما لقيته بينقل والايه بيكررها باكتر من مقام او باكتر من درجه. نعم. ف يعني ايه الجمال ده. ولما سالت نجله دلوقتي قال لي سوره الفرقان، وصديق لي عايش في روسيا قال لي في بعض الايات في سوره الحج، معنى ذلك ان هو ماليش ايه معينه، ومع ذلك هو ابدع في القران كله كده. كل تلاواته ما شاء الله ليس له تلاوه نقول عنها انه هبط فيها. نعم. او لم يسيطر على اذن المستمع. انا اقول لحضرتك هذه الايه يوم ندعو كل اناس بامامهم، انا خلاني اذهب الى التفسير واسال لماذا قالها بهذا الاسلوب وبهذه الكيفيه. لا، قارئ عالم بمعنى الكلمه ويعي ما يقول. طب نقطة أخيرة يا دكتور طه، الحديث مع حضرتك ممتع بصراحة. ربنا يخليك ويحفظك. لا حقيقة مش مجاملة، دي حقيقة فعلا يعني. الله يخليك. حضرتك بدأت بداية كويسة جدا، يعني أنا هي جوايا، بس حضرتك لمستها أكتر. إن هو مجرد ما بتسمع ده شيخ شعبان على طول. نعم. فدي ميزة كبيرة جدا. طبعا مميز. نقدر نصنف مشايخنا الكبار الاصوات العاليه والاصوات يعني مش عارف اقول المنخفض او الخفيفه كما حضرتك بتصنفها. العاليه يعني الشيخ شعبان، الشيخ الطبلاوي، اللي هو بيبدا من، يعني انا خلينا على قدر ثقافتي، مش متخصص لكن اسمح لي اقولها على قدر فهمي، اللي هو بيبدا من الجواب في الجواب مباشره، اللي هو التحدي معناه صح. هل ده صحيح؟ لا، هو الاصوات الرجالي عموما 3 انواع. نعم. الصوت اللي هو الغليظ، الشيخ الشافعي رحمه الله، هذا العملاق اسمه باص، اللي هو صوت عميق. ايوه. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ايوه ده الشعشع، تمام صحيح. الصوت ايوه. الباريتون، الامثال برضو الشيخ شعبان الصياد، وكل نوع طبعا فيه الف وباء. باريتون تاني، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الشيخ مصطفى اسماعيلي، الشيخ شعبان الصياد، كل ده باريتون. معظم قراء مصر الحاد الرفيع اللي هو التينور، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ده الشيخ حسان، الشيخ عبد الباسط، الشيخ محمد الليثي، الشيخ فرج الله الشاذلي. دي اصوات، دي تصنيف، وده بيرجع الى طول الاحبال الصوتيه. يعني الانسان ليس له يد ولا لجسده، هو طول الاحبال الصوتيه، الحبلين الصوتيين، لان الاحبال الصوتيه معروف من 17 مللي ل 22 مللي. ايوه. ال 17 ده الاصوات الحاده النسائيه، 18 المتوسطه النسائيه، 19 الغليظه النسائيه، 20 اللي هو التينور اللي هو الرفيع الرجال. نعم. 21 المتوسط اللي هو الشيخ. يبقى اذا الانسان ليس له اي دخل في نوعيه صوته زي لون بشرته بالظبط، متوقف فقط على درجه ثقافه القارئ. لا، وطول احباله الصوتيه. لا يعني الاحبال الصوتيه دي هبه من عند ربنا. لكن هو التوظيف اتكلم على التوظيف وثقافته. ازاي يستغل هذه القدرات وهذه الامكانيات. ايوه، هي دي النقطه دي. امكانياته يدخل لها ازاي. هو كان الشيخ شعبان عارف مكان صوته فين. صحيح. مكان لمعانه صوته فين، لان كل صوت في منطقه اسمها بيقولوا عليها ايه، المنطقه الحلوه اللي في الصوت. صحيح. انا لا، انا بوجه الدعوه برضه، كل مره بوجه الدعوه لحضرتك، لابد يكون لنا لقاء مع حضرتك. الجمهور متعطش دكتور طه ان يستمتع بالقران الكريم، ومشايخنا الكبار نجحوا ان هم مش بيأدي، لا ده بيصور معاه القران اثناء التلاوه. يعني مين يقول ان العوام بيفهموا التلاوه وهم قاعدين بيسمعوا للشيخ، ودي عبقريه الاداء هنا. بيقولوا ايه؟ بيقولوا ده حسه حلو. حسه حلو. يقرأ بالحس. لا وعند الحاج انا بتقول ده صوته عمران. ايوه. شكرا دكتور طه عبد الوهاب. يخليك. انا سعيد جدا بسيادتك يا فندم. شكرا، بارك الله فيك، وان شاء الله يكون لنا لقاء خاص بحضرتك ان شاء الله كده. بارك الله فيك، مدرب الاصوات ومدرس المقامات الصوتيه والمحكم الدولي. يعني ان شاء الله يكون لنا لقاء، وان شاء الله هيحصل باذن الله عشان الجمهور يستمتع بتحليل الاصوات. ده مهم جدا مشاهدينا الكرام، خاصه ان البيئات
بتلعب دور كبير جدا في الاصوات. يعني حضراتكم عارفين حتى نروح نقول لك الشام الصوت الجبلي غير اماكن اخرى، الدلتا غير الصعيد وهكذا. طيب نطلع فاصل ونكمل كلامنا مع الكاتب الصحفي الكبير الاستاذ صابر رمضان تسوش، بطل حلقتنا النهارده، واحد من الاصوات العملاقه في دوله التلاوه، الشيخ شعبان الصياد. صدق الله العظيم. استاذ صابر نكمل بقى ما تبقى. اسمح لي قبل ما اكمل اوجه شكر وتقدير وتحيه لاستاذنا الدكتور طه عبد الوهاب، وهو استاذنا ده كنز في علم المقامات والموسيقى. صحيح. وعنده معلومات رصينه، وبالاضافه لده صوته وجمال صوته يعني. صحيح. هو بيجمع كل ما شاء الله يعني. ما شاء الله عليه يعني. الشكر والتحيه والتقدير. نعم. من المواقف الشهيره في حياه الشيخ شعبان الصياد زي ما ابنه الحاج عادل ذكر، كان علاقته طيبه جدا بالشيخ محمود علي البنة. حتى ان الشيخ محمود علي البنة لما والده توفاه الله دعاه بشكل شخصي ان هو يقرأ في عزا والده يعني، وراح ففوجئ باساطين دولة التلاوة، الشيخ مصطفى اسماعيل، الشيخ الطبلاوي، الشيخ عبد العزيز علي فرج، الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، كل دول قاعدين في السرادق يعني. فالشيخ البنا استأذنهم انه يصعد التخت بتاع التلاوة ويقرأ، وبالفعل طلع يقرأ، فبدأ من سورة الإسراء. اعجب بيه كل الشيخ البنا استاذن الصياد، الشيخ الصياد يطلع. استاذن للشيخ الصياد، استاذنه يعني استاذن القراء الشيخ الصياد هو اللي يقلع. ما هو كان قاعد عمالقه التلاوه. صحيح. ده يعني. نعم. بالنسبه لهم هو الشيخ الصياد كان بيدعى دايما للبلاد الاسلاميه في خاصه في شهر رمضان لاحياء ذكرى شهر رمضان ولياليه، وكان على راس هذه الدول اللي بيروحها كان راح السعوديه، راح الكويت، راح الامارات، راح فلسطين، الاردن، سوريا، العراق، اندونيسيا، راح الدول الاجنبيه زي لندن، باريس، امريكا، سلطنه بروناي، حتى انه كرم في سلطنه بروناي وشفنا شهاده التقدير اللي عرضت من شويه. الشيخ شعبان الصياد ايضا ترأس لجان وتحكيم واختبارات على مستوى العالم الاسلامي في الدول العربيه والاسلاميه، زي في المملكه العربيه السعوديه، في ايران، في ماليزيا. برضو النقطة اللي فريدة عند الشيخ شعبان الصياد، سجل القرآن الكريم كاملا بصوته مرتل في سنة 1980 في دولة الكويت. نعم. الشيخ شعبان الصياد حظي بتقدير شعبي ورسمي على مستوى العالم الإسلامي كله في مصر، لأن ربنا سبحانه وتعالى أفى عليه بنعمة حفظ القرآن وتلاوته والصوت الحسن يعني. ولكن مع كل ده كان بيعتبر نفسه أقل خلق الله، كان دايما يعتبر نفسه أنه أقل عباد ربنا سبحانه وتعالى منزلة لتواضعه. وان كل القراء بلا استثناء افضل منه. كان متواضع جدا رحمه الله عليه. اثنى عليه مشاهير القراء زي الشيخ مصطفى اسماعيل اللي طبعا قلنا تبناه في البدايه وصاحبه في الليالي القرانيه، الشيخ ابو العينين شعيشع واللي ده اتاثر بيه في بدايه حياته، الشيخ محمود علي البنا، وشوفنا الصداقه والعلاقه الوطيده ما بينهم. وده اثنوا عليه حتى في العديد من البرامج واللقاءات التلفزيونيه يعني، كانوا بيتكلموا عنه. الشيخ شعبان الصياد له الكثير من الشرايط والتسجيلات والتراث النادرة اللي موجودة عند المحبين والمستمعين، يمكن مش موجودة عند أسرته نفسها. رحمة الله عليه الشيخ شعبان الصياد. لو اتكلمت عن أسرته هقول الشيخ شعبان الصياد تزوج من بنت عمه مباشرة، وأنجب منها 7 أولاد، 6 ذكور وبنت واحدة. أكبرهم كان سيادة اللواء عبد العزيز رحمة الله عليه، وده توفي يوم 17/10/2022 اخر العام الماضي ده. بعدين الدكتور محمد والدكتور محمود، ودول اطباء بشري، والحاجه امل وهي مديره شؤون ماليه في تبع الشباب والرياضه. عنده اشرف هو محاسب في شركه للتامين. عنده الحاج عادل اللي هو محدثنا الليله دي، وده رئيس قطاع قانوني في احدى الشركات الكبرى. عنده الابن الصغير ايمن، ده مزارع وماسك الارض، بيشرف على الارض بتاعته في المنوفيه. أحفاد الشيخ الصياد كتار، منهم 4 ما شاء الله ضباط شرطة، والباقي من خريج الجامعات المصرية المختلفة. لو اتكلمت عن آخر محطة في حياة الشيخ رحمة الله عليه، الشيخ ظل مستمر في عطائه في القرآن الكريم سنوات طويلة، حتى فاجئه المرض في سنة 1994 وأصيب بمرض الفشل الكلوي. من في الوقت ده كانت التلاوه بتاعته بدات تقل بقى عشان مرضه وتعبه وارهق، لغايه ما لبى نداء ربنا سبحانه وتعالى في فجر 29/1/98. ده كان غرة شهر شوال، حتى ان الناس كانت منتظراه في البلد ان هو الميكروفونات تذيع ان الشيخ صياد جاي يؤم المصلين في صلاه العيد، الا انهم فوجئوا بالميكروفونات بتنده بوفاته. كان يوم العيد نفسه. كان يوم العيد نفسه. نعم. توفى كان عمره حوالي 58 سنه. دفن بمدافن العيله في قريه سراوه.
في بعض المواقف رواها الحاج عادل، رواها لي بشكل شخصي واقسم لي بالله ان حصلت معاه. من ضمنها ان هو وهم راح يفتح العربيه بتاعت والده بعد وفاته. العربيه قعدت الانوار بتاعتها كلها طافيه ومش شغاله خالص وكده. بعدها باسبوع راح يفتحها لقى العربيه اشتغلت، كأن العربيه حزنت عليه الاخر. من ضمن الحاجات اللي قالها لي برضو، اللي قال لي عنده مع اول تكبيره في صلاه العيد والعربيه بتاعت الدفنه بتمر قدام البيت، العربيه توقفت وتعطلت قدام منزل الشيخ يعني. من ضمن الحاجات اللي كان حضرها الشيخ، مشاهير القراء بقى حضروا العزاء بتاعه، الشيخ شحات، انور الشحات، والشيخ الطبلاوي، والشيخ عبد العاطي ناصف. هذا كان مقيم هناك. أيوة. والشيخ محمد الليثي، والشيخ محمود المنشاوي، محمود صديق المنشاوي. والجنازه بتاعته طلعت في مشهد كبير كان على المستوى الرسمي والشعبي. نعم. رحمه الله عليه. وبذلك تنتهي حياه رحله صياد القلوب الشيخ شعبان عبد العزيز الصياد. وقد كان بالفعل، وزي ما قلت لكل واحد مننا ليه نصيب من اسمه شعبان الصياد، فكان صائدا للقلوب وصيادا للقلوب من خلال تلاوات متعددة. يعني ما فيش تلاوة معينة وتقول ده نحفظها له، لا، كل القرآن كل تلاوة كان بيتلوها بتستمتع فيها فعلا. المتخصصين زي ما شفنا دكتور طه عبد الوهاب كواحد متخصص في المقامات الصوتية، يعني بيمتعك وأنت تتحدث عن الشيخ شعبان الصياد في كل القراءات. مشاهدينا الكرام، النهارده كان واحد من او ركن من اركان دولة التلاوة. احنا معاكم في التلفزيون المصري، وخاصة القناة 7 وقناة الصعيد، وبالتحديد سهرة برنامج سهرة صعيدية. مستمرين معاكم. احنا هذا البرنامج هو رد الجميل لهؤلاء العمالقة، اعتبروها كده، رد الجميل لهؤلاء العمالقة وشكر ليهم، عشان خاطر كمان يبقى نبراسا لسابقيهم ولحقيهم. مشاهدينا الكرام، ان شاء الله يعني في مفاجآت اخرى في الحلقات القادمه ان شاء الله. خلينا اشكر الاخ العزيز الكاتب الصحفي الكبير الاستاذ رمضان، شكرا لحضرتك. انا بشكر حضرتك، بشكر الجمهور الصعيدي هنا، ومتشكر جدا على الاستضافه الحلوه دي. شكرا سيادتك. شكرا ايضا المداخلات التليفونيه الحاج عادل شعبان الصياد، نجل فضيله الشيخ شعبان الصياد، وايضا المبدع الدكتور طه عبد الوهاب. ان شاء الله بنوعدكم ان شاء الله يكون معانا في الاستوديو عشان نستمتع مع التلاوات المختلفه. شكرا لكل زملائي في برنامج سهره صعيديه، ونشوفكم على خير. خلوها على الله دايما كده يا رب. مصر بخير واحنا بخير طالما فيها القرآن الكريم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.